سريعا كده هقول لكم فكرة كانفا. فانا من جوجل سيرش كالعادة يعني انا ممكن اكتب هنا كانفا بالشكل ده بالعربي او بالانجلش، الاتنين هيطلعوا لي. هضغط على اول لينك بالشكل ده فيبدأ يفتح لي موقع اللي هو اسمه كانفا. موقع رائع جدا، انا ممكن اعمل منه كل حاجة، وانا بصراحة مشترك في الخدمة البرو بتاعته او الخدمة اللي هي بفلوس. تقريبا هو في السنة بحوالي 1000 جنيه، وفي الشهر بحوالي 100 جنيه او 120. وانت كمان تقدر اللي انت تدخل ناس معاك، لو انت اشتركت الاشتراك الشهري او الاشتراك السنوي معاك 5 اعضاء معاك، ممكن تدخلهم 5 افراد تدخلهم معاك. فيعني فكرة ان انتوا كان حد فيكم سألني قال لي هو من الناس ازاي بيبيعوا الاشتراكات بتاعت كانفا، فهي بتتباع بالطريقة ديت. انا مثلا هروح اشترك الاشتراك السنوي ب1000 جنيه مثلا، وهجيب واحد يدفع لي 500، واجيب واحد تاني يدفع لي 500، واجيب واحد تالت يدفع لي 500، واجيب واحد رابع يدفع لي 500. فيبقى احنا كده بقينا 5 في كانفا في الاشتراك الواحد، وابقى انا كمان كسبت. فهي دي فكرة بس اللي هي الناس بتبيع كانفا ازاي، وازاي بتعمل اشتراكات سنوية والكلام ده كله. فهو كانفا موضوعه سهل جدا ووصل وبقى مهم جدا، وبقى سر من اسرار الجرافيك ديزاينر. انا في كانفا هنا هقدر اعمل ايه؟ بصراحة كده انا اقدر اعمل كل حاجة. لو فيكم حد متابع في حاجة اسمها الاوبن اي اي او الشات جي بي تي او الكلام ده كله، كانفا عملها برضو. وفي كانفا كمان انا اقدر اعمل اي حاجة، ديزاين، برزنتيشن، فيديو، ديزاين لويب سايت، اعمل كارت شخصي، اعمل بانر، اعمل بوستر، اعمل مايند ماب، اعمل اي حاجة. حتى التاجز اللي بتتعلق على الهدوم اللي بتتعمل جوه المصانع انا كمان اقدر اعملها من هنا. طبعا لو دوست على مور بالشكل ده هلاقي فيه كمية حاجات جدا، كمية حاجات كتيرة قوي تقدر اللي انت تبص عليها وتشوف ايه هي كمية الحاجات اللي كانفا تقدر، حتى الفواتير بيقدر يعملها لك. فكل حاجة يعني كانفا مش حارمنا من اي حاجة. طيب بالنسبة للفيديوهات هو بيقدر يعمل فيديوهات بكل اشكالها، يعني الفيديو للفيسبوك، فيديو العادي بتاع اليوتيوب، فيديو للانستجرام، فيديو ريل للانستجرام، فيديو للتيك توك اللي هو الريل برضو، حتى الفيديوهات اللي هي بتاعت الموبايل اللي هو الفيديو اللي بالطول دوت اللي بيبقى واخد من اول الموبايل لاخره. كل حاجة تقدر اللي انت تعملها. سريعا كده انا هشرحها لكم دلوقتي، بس انا يهمني بس اول حاجة في الدوكس هنا ان انا لو ضغطت عليها بالشكل ده ودخلت على اي واحدة فيهم، خلينا مثلا نخش على الدوك اول واحدة، انا من هنا هقدر او هو هيدخلني في حاجة كده عاملة زي الشات جي بي تي بالظبط. انا عندي اهم حاجة في دول ان انا لو ضغطت علامة البلس هي الماجيك رايت. الباقي ده كله عادي جدا اقدر اللي انا اعمله هنا او اعمله بره، الرسومات البيانيه، الحاجات اللي هي الرسم البياني، التشيك ليست، الكلام ده كله اقدر اللي انا اعمله هنا او اعمله في اي مكان تاني. لكن هي الدوكس مميزه قوي في حته الماجيك رايت اللي هو زي الاوبن اي اي او زي الشات جي بي تي، طبعا هو معروف. فانا ممكن اكتب شويه حاجات ليه وهو يديني شويه افكار، زي مثلا اكتب برايت، هتلاقي هو بالفعل بدأ يديلك شوية حاجات كده وشوية افكار انت ممكن اللي انت تبدأ تستخدمها. انا بقرب لكم الشاشة اهو، ومدهاني بالفعل في 6 افكار او 5 افكار قصدي زي ما انا ما طلبت، وان انا ممكن استخدم الافكار ديت وان انا اشتغل عليها وابدا انشئ منها، واقدر ان انا اعمل مقالات منها، والاي سي او من هنا بقى تبدا الدنيا تتحرك، واخد شويه افكار منها والكلام ده كله. انا ممكن استخدم الحاجات دي زي، طبعا لو انا مش فاهم الكلام ده كله ايه فانا ممكن اخده كده بالشكل ده. فانا بقى عندي هنا النسخه الانجليش اللي انا اقدر استخدمها، والنسخه العربي بتاعتي اللي انا كمان اقدر استخدمها بكل سهوله. فيبقى انا هنا قدرت ان انا اوصل لشويه حاجات واوصل لشويه معلومات برضو مش بطاله، ممكن ان هي تستخدمني في شويه افكار اعملها، مثلا ازاي اسوق لمنتج، ازاي اسوق لحاجه، ازاي اعمل بوست لحاجه، اخد منها شويه مقالات ممكن استخدمها كاي سي او احطها في الويب سايت بتاعي والكلام ده كله. فده كان اول حاجه بالنسبه لي اقدر اعملها انا على كانفا. طيب ايه كمان اقدر اعمله؟ ايه كمان الحاجات المهمه جدا؟ انا عندي حاجتين مهمين قوي، هي السوشيال ميديا وهي الفيديو. دول الاتنين دول مهمين قوي. فخلينا نمسك مثلا السوشيال ميديا بالشكل ده. انا اول ما بخش عليها بلاقيه هو بيقول لي انت عايز تعمل ديزاين لمنصه ايه بالظبط او لاني بلاتفورم،
ومش كده وبس، ده بيقول لي كمان انت عايز تعمل بأني سايز او لاني شيء بالظبط. هل انت عايز تعمل انستجرام بوست، عايز تعمل ستوري، عايز تعمل ريل، عايز تعمل انيميتد، عايز تعمل اي حاجه انت هتقدر اللي انت تعملها على الانستجرام، فهو هيديها لك بكل سهوله. فخلينا مثلا نركز، اقول له انا دلوقتي عايز اعمل ديزاين على الانستجرام، فاضغط عليه بالشكل ده. هيبدأ يفتح لي تاب تانية اخش فيها، بيفتح لي مربع كده. الميزة كمان في كانفا ان انا لما بختار بختار الديزاين بتاعي او الديزاين المناسب او المقاس اللي انا عايزه، فهو بيظبطه لي على المقاسات المناسبة. يعني انا مش محتاج ان انا اقعد احفظ بقى مقاس الانستجرام في كام مقاس الفيسبوك كام في كام، الكفر بتاع الفيسبوك كام في كام، الكلام ده كله لا خالص. هو الموضوع بقى سهل، وانا لما ضغطت وقلت له انا عايز السايز بتاعي يكون انستجرام بوست، فهو بيديني سايز المناسب للانستجرام بوست. عندي بقى شويه حاجات انا ممكن استخدمها زي الديزاينز، هنا التمبلتس اللي انا هقدر اختار منها، عندي الاليمنتس اللي انا اقدر ان انا اختار العناصر بتاعتي، عندي الابلود ان انا من هنا اقدر ان انا اعمل ابلود لشيء، عندي التكست اغير الخطوط بتاعتي، عندي البروجكت بتاعتي القديمه، عندي الفوتوز اللي انا ممكن استخدمها برضو، عندي الباك جراوند ممكن يديني شويه الوان انا اقدر استخدمها، عندي شويه حاجات كتيره قوي تحت. وبرضه لو دوست على ابس هنا هلاقي عندي برضه شويه تفاصيل تانية ممكن ان انا اقدر ان انا استخدمها، وهوريكم النهارده فيها الحاجات المهمه سريعا برضه. طيب خلينا نطلع فوق واقول اللي انا عايز اعمل ديزاين. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ديزاين عن ايه مثلا؟ لو افترضنا ان انا بقدم منتجات الهوم ديكور مثلا او مفروشات او ايا كان، فانا عايز الديزاين يتكلم معايا على ايه؟ فانا عايز الديزاين بتاعي مثلا يكون هوم ديكور مثلا. فلما ضغطت على هوم ديكور لقيت هو كمان بيديني حاجات فوق برضو زي ليفينج روم، زي فرنتشر، زي الكلام، حاجات مناسبه او حاجات هي متقاربه ليها يعني. فانا ممكن اختار الديزاين اللي انا عايزه، بس اخلي بالي من حاجه، لو انا مش مشترك في الخدمه البرو، اي حاجه معمول عليها علامه البرو او علامه التاج ديت مش هتبقى متاحه ليا ومش هقدر ان انا استخدمها، اللي هي البرو ديت. ومثلا الديزاين ده معلهوش، فده فري تمبلت اقدر ان انا استخدمه، ده عليه فيبقى ده مش هقدر استخدمه لو انا لو انا مش بقدم، لو انا مش في الخدمه البرو. ده مثلا ده برو مش هقدر استخدمه، ده برو مش هقدر استخدمه، هكذا. لكن برضو اللي عايز يستخدمه كفري عليه تمبلتس كتيره جدا وحلوه جدا، وممكن انت تستخدمها بكل يسر وبكل سهوله. خليني اوريكم مثلا عايزين ديزاين يكون خفيف كده، اوريكم الفكره كلها اللي احنا ممكن نعملها ازاي. انا عايز ديزاين يكون فيه شغل مثلا زي الديزاين ده. الديزاين ده انا عايز استخدم فيه شويه شغل كده وشويه منتجات مثلا بتاعتي، انا عايز ادخلها على الديزاين ده. الفكره ان انا كل حاجه هنا اقدر ان انا استخدمها واقدر ان انا اعدل فيها، يعني كل حاجه لو انتوا تلاحظوا هتلاقوا ان كل حاجه هنا انا اقدر ان انا اعلم عليها لوحديها اهو. فهنا اقدر ان انا اشيل ديت احرك ديت، اقدر ان انا دي كمان اشيلها واحركها، اقدر الكلام ده اغيره، اقدر حتى الباك جراوند هنا لو دوست عليها بالشكل ده وقلت له انا عايز اغير اللون مثلا واخليها لونها احمر، اخليها لونها ازرق، اخليها لونها بني، اي لون انا عايزه. فحلو اللون ده، حلو ده، لا حلو، عجبني يا عم، اي حاجه ماشي. طيب انا هقدر ان انا اغير بقى كل حاجه. فمثلا هاجي على ديت، لو انا عايزها هسيبها، لو انا مش عايزها هشيلها بالشكل ده، واعمل تليت من على الكيبورد بتاعتي واقدر ان انا اشيلها. فانا ممكن مثلا هكتب هنا مثلا هوم ديكور مثلا، اي حاجه يعني. ومن هنا كمان اقدر ان انا اغير الخط ده، فانا ممكن اكبره من هنا، اصغره من هنا، اغير لونه، اخليه لونه ابيض، اي لون تاني، اتقله، اخففه، الكلام ده كله، اخليه يبقى في اليمين، اخليه يبقى في الشمال، اخليه يبقى في النص، احط جنبه كده زي علامة او الكلام ده كله. اقدر اظبط الافكتس اللي فيه او التأثيرات بتاعتي من هنا. فانا اخليه مثلا يبقى تقيل شويه كده، في شادو بالشكل ده. فانتوا بس انا هقرب لكم عشان تشوفوا الشكل اللي بيتغير. فهنا مثلا لو عملت ده فلقيت ان هي ظبطت شويه مثلا، وضحت شويه. لو ضغطت على ديت هلاقي الشكل اتغير، ضغطت على ديت هلاقي الشكل اتغير. كل واحده فيهم ليها شكل معين. اقدر ان انا العب في الحاجات ديت واقدر ان انا استخدمها برضو بكل سهوله. ايه تاني يقدر ان هو يدهوني؟ لو دوست هنا
هلاقي ان انا ممكن احط تحت ال الكلام اللي مكتوب ده خط، او ممكن اعلم عليه كده تاني واشيل الخط ده، او ممكن اخليه كله كابيتال، ممكن اخليها كلها سمول. البوزيشن هنا اللي هو المكان، يعني انا مثلا عايز ديت في خلف. انتوا لو جيتوا بس تلاحظوا ان انا لو جبت وديت دي كده الاقيها ايه، هلاقي الاتش والاو بتغمق. طيب انا عايز احط، او مش بتغمق، بتختفي اقصد. انا عايز اخلي، لا انا عايز اخلي ان ديت هي ليه غمقت او ليه اختفت، لان ديت قبل دي. يعني ال الشجره اللي محطوطه ديت ولا الزرعه اللي محطوطه ديت قبل هوم ديكور نفسها. فانا لو عايز اجيب هوم ديكور دي اخليها ورا، زي فكره الفوتوشوب كده، او فكره اللي بيشتغل على ادوبه، هيبقى الموضوع ده بالنسبه له هو فاهمه بكل سهوله. فانا بضغط هنا وادوس كده، او ادوس على البوزيشن هنا على طول واعمله، احطه هنا في الباكورد، احطه ورا. فانا هبدا ان انا دلوقتي لو لاحظت هتلاقي ان ده اتحط ورا بالفعل، ما بقاش مؤثر على الكلام نفسه. تمام. فدي برضو ميزه حلوه جدا. انا اقدر من هنا اضيق دي شويه كده بالشكل ده، واكبر ديت شويه كده، فخليها هوم ديكور بالشكل ده. تمام. هقدر اعمل ايه كمان تاني؟ هقدر ان انا العب برضو في كل الديزاينات. فمثلا انا مثلا الصوره ديت هنا حاططها لي في جروب، خلي بالكم. وهنا ليه انا لما بضغط عليها كله بيتعلم عليه؟ لان هو حاططها لي كلها في جروب بالشكل ده. فانا ممكن اقول له هنا لا، اعملها لي عن جروب، شيلها لي من الجروب كلها، وانا اقدر ان انا كل واحده اهو اغيرها واحركها هي لوحديها زي ما انا ما شايف دلوقتي. فانا ممكن اشيل حاجه احط حاجه، اشيل ديت احط ديت، وممكن كمان ان انا ابدا اغير الصور اللي جوه. طيب هنا بقى بيجي السؤال، طيب انا هعرف ازاي احط منتجاتي هنا؟ تعالى بقى اوريك بقى ازاي نرفع المنتجات بتاعتنا. انا من هنا هخش على حاجه اسمها الابلود بتاعتي، واعمل ابلود فايل بالشكل ده، عشان لو انا عندي صور عايز ان انا ارفعها. فمثلا اقول له والله انا عندي مثلا الصوره ديت عايز ان انا استخدمها، فهدوس عليها كليكتين كده، فيبدا اللي هو يرفعها لي. وبعد كده اعمل ابلود تاني لو انا عايز استخدم اكتر من صوره وارفع اكتر من صوره مره واحده. ممكن ان انا اقول له مثلا عايز ارفع ديت فاعلم عليها من فوق، وارفع ديت فعايز اعلم عليها من فوق، واعمل اوبن من هنا، فالصورتين يترفعوا مع بعض مره واحده على طول. هبدا ان انا من هنا احط مثلا الصوره ديت بالشكل ده، هضغط عليها كليك كده وانا ماشي بالماوس، واخدها ساحبها معايا بالماوس، واقوم حاططها هنا جوه بالشكل ده. ودي مثلا اجيبها كده واحطها هنا هي كمان جوه، ودي مثلا اجيبها كده واحطها هي كمان جوه. او ممكن اضغط كليكه واحده على الصوره نفسها تنزل عندي هنا، وانا ابدا بقى اكبرها واصغرها والكلام ده كله. ابدا ان انا اكروب منها، يعني اشيل منها، اقصقص منها. فممكن مثلا اقول له انا عايز مثلا الصوره تبقى بالشكل ده كده بس، واعمل دن، هيبقى الصوره عندي بالشكل ده، وابدا ان انا اسحبها احطها هي هنا وهكذا. يبقى هي الفكره برضو ان انا اقدر ان انا في كل حاجه، لو احنا لاحظنا لحد دلوقتي انا بقدر كل حاجه اهو اعدل فيها. طيب عايز ارفع بقى اللوجو بتاعي، فهعمل ابلود فايل، وابدا ان انا ارفع اللوجو بتاعي برضو اختصارا للوقت، بدل ما انا ما اقعد ادور على لوجو معين وارفعه. فاكن انا مثلا رفعت مثلا اللوجو ده مثلا بالشكل ده، ضغطت عليه هنا فنزل اللوجو هنا. طيب اللوجو ده يا جماعه لو احنا جينا نشوفه هنلاقيه هو الجي بي جي، يعني صوره مش متفرغه. انا عايز اخليها صوره متفرغه، فهعمل ايه؟ من الحاجات برضو الحلوه قوي اللي كانفا مديهاني، اللي انا ممكن افرغ اي صوره او اي حاجه في ثانيه، افرغها في ثواني. هضغط عليها كده، هعمل edit image، اغير الصوره واعمل بي جي ريموفر او باك جراوند ريموفر ايا كان، ديت او ديت. هقول له مثلا ديت، هيبدا ان هو يلود كده شويه، وبعد كده يقوم مخلي لي الشكل زي ما انتم ما شايفين كده. اللوجو بتاعي اصبح بي ان جي، لوجو متفرغ، يعني اقدر ان انا استخدمه كده بكل سهوله. ايه تاني اقدر ان انا اعمله؟ اقدر ان انا حتى الكلام ده اغيره. هنا هوم ديكور هي اللي كتبها، فانا ممكن انا اغير الخط بتاعها، فاضغط هنا وابدا اختار الخط المناسب ليا، فخليها مثلا كده، لا انا عايز الخط بتاعي يكون كده، لا انا عايز الخط بتاعي يكون كده، وهكذا. مثلا الخط ده هو اللي عجبني، فانا ممكن اخليها برضو باللون الابيض. هضغط هنا اخليها هي باللون الابيض، اكبر شوية بالشكل ده مثلا كده، تمام، وديت تمام، ايا كان يعني اللي انا عايز اعمله ايه، وهكذا. طيب فانا في خلال تقريبا يعني 3 دقايق 5 دقايق قدرت ان انا اعمل ديزاين بالشكل اللي انا عايزه. طبعا اقدر اضيف اي حاجة
من الاليمنت هنا، فانا ممكن اقول له انا عايز برضو حاجات هوم ديكور، وكل الحاجات هنا ما عليهاش كوبي رايت، يعني مش هتأذيك لو انت استخدمتها على الفيسبوك وعلى الانستجرام. فبيقول لك انت عايز الهوم ديكور اجيب لك الاول، ولا اجيب لك الجرافيكس، الحاجات اللي هي زي الكرتون والرسومات، ولا اجيب لك الفوتوز، ولا اجيب لك الفيديو، ولا اجيب لك لو انت عايز اوديو ولا فريمز، ولا انت عايز ايه بالظبط برضو. فهي الفكره كلها ان انا ممكن اختار مثلا فوتو بالشكل ده، فيبدا يجيب لي الصور اللي بتتكلم عن الهوم ديكور. وانا ممكن كمان افلتر الصور انا عايزها بأني لون، وهل انا عايز الصور بحجم معين، وانا عايز الصور تكون فيها متحركة ولا تكون ثابتة، والكلام ده كله. وانا ممكن كمان افلتر انا عايز الفري ولا عايز البرو من هنا. فانا ممكن اقول له هات لي الصور اللي بيطغى عليها اللون مثلا الاسود، فلما اضغط عليها بالشكل ده واعمل ابلاي فلتر هيجيب لي كل الصور اللي فيها اللون الاسود هو اللي طاغي على الموضوع. فانا ممكن اقول له والله انا عايز استخدم مثلا الصورة ديت، او ممكن اللي انا اقول له والله انا عايز اخلي صوره منهم تبقى هي باك جراوند بالشكل ده. فانا ممكن مثلا اقول له انا عايز مثلا الصوره ديت اخدها كده واحطها هي في الباك جراوند ورا، فبقى عندي الديزاين بالشكل ده هنا. يعني انا بس بقى يعني ايه بقى بنعمل اي حاجه كده مع بعض بشكل سريع بحيث ان انتوا بس تبقوا عارفين الافكار ايه. او ممكن اقول له مثلا انا عايز مثلا باك جراوند، مثلا اقول له هنا بلاك، باك جراوند بلاك، فيبدأ هو يديني برضو الصور اللي فيها اسود بكامل اشكالها. فانا ممكن اقول له مثلا حلوة دي، عايز استخدم ده، عايز استخدم مثلا الديزاين ده، وهكذا. طيب الحاجة اللي انا مش عايزها ممكن اشيلها بالشكل ده، انا مثلا مش عايز ديت ممكن اشيلها بالشكل ده، وهكذا. يبقى اي حاجة انا اقدر اشيلها من هنا، اي حاجة اقدر اضيفها من هنا. يبقى الموضوع سهل جدا زي ما احنا ما شايفين لحد دلوقتي، ما فيهوش اي صعوبة وما فيهوش اي حاجة، وما فيش اي حاجة دلوقتي هتقدر ان هي توقفك. نيجي بقى نخش على حاجة مهمة جدا، وهي انا عامل الديزاين ده الاول للانستجرام. لو جينا نخش على الديزاين كده هتلاقيه بيقول لك ان ده الديزاين ده معمول لانستجرام بوست تمبلت. لو انا عايز اقلب الديزاين ده نفسه لبوست على الفيسبوك، يعني انا عايز اخلي كانفا يقلب لي القصة ديت كلها هو لوحده لبوست على الفيسبوك. خليني بس قبل ما اعمل ده عشان اللوجو يكون باين شويه، خليني اللي انا اغير واقول له انا عايز ده يكون الخلفيه بتاعته بيضه خالص، مش عايز اي حاجه فيه تاني عشان بس اللوجو يبان. انا ممكن اقول له انا عايز نفس الديزاين ده بس بمقاسات الفيسبوك مثلا، لان احنا عملناه على مقاسات الانستجرام. فهقول انا هنا هضغط على حاجه اسمها ريسايز بالشكل ده، بس ديت خدمه، ما طالما جنبها التاج ديت يبقى الخدمه ديت بفلوس، يبقى ديت الخدمه معموله للناس المشتركه، الاشتراك الشهري او الاشتراك السنوي. وممكن انا هنا اعمل فيسبوك، اكتب بس سيرش كده بحيث ان انا ما اقعدش ادور. فهنا بيقول لي هنا فيسبوك بوست لاندسكيب، او ممكن اقول له انا عايز اللي هو 1080 في 1080 اللي هو البوست. فهو بيديني هنا بيقول لي انت عايز تعمل كوبي منه وريسايز، يعني انت عايز تعمل كوبي نسخه جديده وتعيد الريسايز بتاعها، يعني تعيد تظبيط مقاساتها، ولا انت عايز النسخه ديت نفسها اللي تعمل لها ريسايز. فانا بقول له اعمل لي كوبي اند ريسايز بالشكل ده. فهو تلاقيه فتح لي فوق تاب تانية خالص، تاب جديده، وفتحها لي فعلا بمقاسات الفيسبوك. يبقى انا عندي التاب ديت اللي فيها مقاسات الانستجرام، والتاب ديت اللي فيها مقاسات الفيسبوك. انا ممكن بس اظبطه شويه، ان انا اجيبه كده شويه واجيبه كده شويه، يعني اظبط المقاسات بتاعتي، اكبر مثلا شويه، اصغر ده شويه، اللي انا عايزه يعني اللي انا عايزه اعمله اقدر اللي انا اعمله من هنا، بحيث ان انا يبقى المقاسات بتاعتي مظبوطه زي ما انا محابب، يعني زي ما انا محابب. هنا انا عشان فاكر اللي هنا كان في حاجه هنا كلمه بالابيض، فانا ممكن اخليها بالاسود او بالاحمر بالشكل ده مثلا، واظبط دي كده واظبط دي كده. فالفكره برضو ان انت عملت دلوقتي في دقيقتين قدرت اللي انت تعمل ديزاين فيسبوك من نفس الديزاين بتاعك بتاع الانستجرام. وده برضو اقدر ان انا العب فيه باي طريقه ايا كان انا عايز اعمل ايه. برضو في حاجه حلوه قوي هنا، ان انا ممكن اعمل صوره، يعني الديزاين ده انا ممكن اخليه يظهر على البلاتفورم اللي انا عايز انزله عليها بس يكون متحرك. يعني ايه متحرك؟ احنا بنشوف البراندات الكبيره بتعمل مثلا ديزاين وتخلي الحاجات اللي جوه الديزاين تتحرك. الموضوع ده بيتم ازاي؟ ان انا لو جيت هنا وضغطت مثلا على الباك جراوند، الباك جراوند ده يبقى انا عايز اي حاجه الباك جراوند
واللي عليها ان هي تتحرك، واعمل انيميت ان انا عايز تتحرك. فكل حاجة هنا عندي ليها حركة معينة، ان انا اي حاجة هقف عليها هنا هو هيديني الحركة بتاعتها عاملة ازاي. هنزل بس شوية عشان تكونوا شايفين الموضوع كويس بالشكل ده. لو وقفت هنا هيديني الحركة بتاعتي بالشكل ده، لو وقفت كده هيديني الحركة بتاعتي بالشكل ده. او ممكن ان انا كمان احرك حاجه معينه، يعني انا مثلا عايز كله يكون ثابت وعايز اللوجو مثلا هو اللي يتحرك، فهعمل عليه كده واعمل انيميت برضو وابدا اقول له انا عايز اللوجو نفسه هو اللي يتحرك بالشكل ده مثلا. وهنا كمان لما انا بضغط عليه فهو بيبدا يحدد، يقول لي انت عايز الحركه تكون عامله ازاي، هل هي خفيفه، هل هي قويه يعني حركه سريعه شويه، طب انت عايز تتحرك من الشمال لليمين ولا عايزها من اليمين للشمال، ولا عايزها من تحت لفوق ولا عايزها من فوق لتحت. كل حاجه برضو انا اقدر ان انا احددها واعملها من هنا. نفس الكلام انا عايز احرك ديت مثلا، الصوره ديت لوحدها عايز احركها، فهعمل هنا واضغط اقول له والله انا عايز الحركه ديت الصوره دي مثلا تتحرك بالشكل ده. هنا الصوره ديت عايزه حركه مختلفه بتتحرك، وكل حاجه فيها انا اقدر ان انا اعمل لها حركه هي لوحديها. ده لو انا عايز اعمل صورة متحركة بشكل يكون شكل حلو وشكل يكون جميل ومتناسق وشكلها حلو قوي والموضوع بيبقى حلو قوي. في حاجة برضو جميلة، ان الكانفا مش مكان للديزاين بس، ده انا ممكن كمان منه اعمل فيديو. اعمل فيديو ازاي؟ انا ممكن اعمل من على كانفا بره، هخش على الفيديو على طول من هنا وابدا، رحت فين؟ اخش على الفيديو من هنا وابدا ان انا اختار الفيديو اللي انا عايزه بالمقاس اللي انا عايزه. هنا الفيديو العادي اللي هو 1920 في 1080 اللي هو الفيديو العادي، هنا الفيديو الموبايل اللي هو 1080 في 1920 الفيديو اللي هو بالطول هنا. فانا اقدر من هنا استخدم الفيديوهات اللي انا عايزها، او ممكن اصلا الديزاين اللي انا عامله ده انا ممكن اعمل له ريسايز بالشكل ده واقول له انا عايز استخدمه كفيديو عادي، واقول له كوبي اند ريسايز بالشكل ده. يعني ده معناه لو انا عندي ديزاين انا اقدر كمان اعمله كفيديو. برضو الفكره كلها ان انا بس بعيد توزيعها بالشكل ده. مثلا ممكن اصغر ديت كده عشان ما تضايقنيش. طيب ده كده فكره الفيديو بتاعي. مثلا انا عايز الفيديو يبتدي البدايه ديت، فلو ضغطت هنا على العلامه اللي فوق ديت عشان اشوف الفيديو يبقى عامل ازاي، وممكن اوسع بحجم الشاشه فشايف انا دلوقتي الفيديو هيبقى ماشي ازاي. وانا ممكن كمان احط شويه حركات، فانا خلينا بس عشان الوقت اقول ان انا عايز احرك الفيديو هو كله بالشكل ده، او اخليه يعمل بالشكل ده والشكل ده مثلا، واجي اشوف الفيديو يبقى عامل ازاي. اكبر اهو فهيظهر عندي بالشكل ده مثلا. فيبقى انا كده عملت فيديو. هقدر كمان ان انا احط بقى سلايدز ورا بعض، او احط شويه بيتجات ورا بعض، بحيث ان الفيديو مش انا مش هعرض فيديو بس بصوره واحده، ده انا ممكن اعمل بيج هنا وبيج هنا، وابدا ان انا احط هنا حاجه واحط هنا حاجه. وممكن استخدم صور او تمبلت، ممكن استخدم فيديوهات انا صورتها مثلا بالموبايل، او عندي فيديوهات. الطبيعي ان انا بدوس على ابلود وبعمل ابلود فايل، وابدا ان انا اختار الفيديو اللي انا عايزه. فانا ممكن مثلا اختار الفيديو ده واعمل اوبن، فهيبدا ان هو يترفع. فاقول له والله مثلا انا عايز مثلا استخدم الفيديو ده، فاضغط عليه كده. ممكن اضغط عليه كليكه واحده، وممكن اسحبه كده واحطه هنا او احطه فوق، فكده الفيديو نزل عندي بالشكل ده. في الفيديو نفسه انا ممكن اقطع منه، يعني امنتج كمان. يعني كانفا كمان بيديني طريقه اللي انا اقدر ان انا امنتج منها. فخلينا مثلا انا عايز اقطع الحته ديت، فانا هاجي عليها هنا واعمل سبليت بيج ان هو يقطع لي الحته ديت، واقول له هات لي الحته ديت على طول. وممكن البيج ديت تكبر لي السايز بتاعها، فهدوس كليكتين واوسع كده مثلا بالشكل ده واعمل دن. فهيبقى الفيديو ظاهر عندي ماشي عامل ازاي، عامل بالشكل ده، يتحرك كده ويجي عند الحته اللي قطعها وراح هو مقرب. بس لو انت لاحظت هتلاقي ان
الحركه مش حلوه، يعني التقريبه نفسها متاخده كده مسحوبه سحبه وحشه. فانا ممكن احط حاجات بقى ايه، حاجات جماليه بقى تحسن الموضوع ده. فاجي ما بينهم وهضغط على الترانزيشن ديت، اضغط على اللي هي اد ترانزيشن، او ادوس على انتقال اد ترانزيشن بالشكل ده. هيبدا يقول لي انت عايز الموضوع يتحرك معاك ازاي، هل مثلا عايزه كده. الفرق لو انا شغلت الفيديو بالكامل اهو، نجيبه من الاول مثلا، يعني انا حاطط لكم بس شويه حاجات ورا بعض عشان اوريكم الفكره. ادي الفيديو وادي الحته اللي احنا عملنا منها الكات. شفتوا الشكل بقى ازاي؟ بقى الشكل احسن كتير. برضو اقدر كمان اعمل ايه، اقدر ان انا اضيف ميوزك على على الفيديو. فانا ممكن من هنا اضغط كمان اعمل ميوزك. بس الفكره بس في الميوزك اللي موجوده على كانفا انا يعني ما بقلق منها. فانا ممكن استخدم الميوزك، بجيبها دايما انا من المكان اللي انا عايز اعرض عليه الفيديو بتاعي. يعني مثلا انا دلوقتي عايز اعرض الفيديو ده على الفيسبوك، فانا هعمل كده واعمل في جوجل سيرش فيسبوك ميوزك لايبراري بالشكل ده، هي ظاهره هنا اهو. واخش على اللي هي فيسبوك ساوند كوليكشن بالشكل ده، وابدا ان انا من هنا اسمع المزيكا اللي تعجبني. وده انا كمان ممكن افلتر المزيكا، فممكن احط مثلا مود، انا عايز المود يكون انجري، المدة بتاعتي تكون مثلا من 30 ل 60 ثانية، انا عايز يكون بفوكالز ولا نو فوكالز، مش عايز يكون في كلام. مثلا لو هي دي المزيكا اللي عجبتني فانا هعمل لها داونلود من هنا، هتبدأ انها تنزل. ادي الفيديو، هعمل ابلود فايل، هستنى لحد ما تحمل. وخد بالك الصور هتلاقيها جوه الصور، الفيديوز هتلاقيها جوه الفيديوز، والاوديو هتلاقيها جوه الاوديو. قطع عليه بالشكل ده هينزل هنا. فلو وجينا نبص هيبقى الموضوع عامل ازاي اهو. هي دي الفكرة، ان انا ممكن اعمل منها الفيديو واعمل منها الديزاينز واعمل منها الكلام ده كله في كانفا. طيب عندي ايه كمان في كانفا من الحاجات الحلوة اللي انا بحب استخدمها؟ هي حاجة اسمها الكيو ار، اللي انا ممكن ابعت كيو ار بتاعي او اعمل ديزاين للكيو ار بتاعي من كانفا. فممكن مثلا انا هنزل تحت كده واخش على الابس، وابدا من هنا اكتب الكيو ار بالشكل ده، فهيطلع لي كيو ار كود، اضغط عليها بالشكل ده. فعندي برامج كتيره قوي اقدر ان انا استخدمها، من ضمنها برنامج اسمه كيو ار كود. اضغط عليه بالشكل ده، هيقول لي لو سمحت دخل اليو ار ال بتاعك. فانا هروح للمكان اللي انا عايز اخد الكيو ار بتاعي، هضغط عليه. لا بص، لا غلط، لا الكيو ار ده فكرته ايه؟ فكرته ان انا لما بكون عايز حد يفتح الكاميرا بتاعته ويوجه الكاميرا بتاعته على الكيو ار او على الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده، هو اوتوماتيك يفتح على الموقع او اليو ار ال اللي انا حطيته. هو اوتوماتيك الكاميرا بتقوم فاتحه، او لو التليفون اللي معايا ما بيدعمش الخاصيه ديت، انا بنزل برنامج بس اسمه سكان كيو ار او كيو ار سكان، او ماسح الكيو ار، بنزله من على جوجل بلاي. وانا بقدر ان انا استخدمه ان انا اي حاجه اقدر ان انا افتحها بالكيو ار ديت لو الكيو ار او الكود بتاع الكيو ار ده موجود. وده احنا بنشوفه كتير في المطاعم، بنشوفه كتير في الفنادق، الكلام ده كله. انا بعمل بقى ازاي الكيو ار ده؟ بضغط، باخد اليو ار ال اللي فوق ده، كنترول سي، وارجع احطه هنا اهو، كنترول في، واقول له يلا جنريت، طلع لي الكيو ار كود ده، فيبدا يطلعه لي هنا. فانا ممكن ان انا استخدمه جوه الديزاين اللي انا عايزه. فمثلا احطه هنا بالشكل ده، بحيث ان لو حد مثلا شاف الفيديو وعايز يضغط على الكيو ار، او شاف الديزاين وعايز يضغط على الكيو ار، او عايز يبدا يفتح الكيو ار، فانا حر برضه اقدر ان انا استخدمه. للي بيتبع كروت واللي بيعمل كروت والكلام ده كله، انا ممكن استخدم الكيو ار ده بتاعي ان الناس توصل لمكاني بكل سهوله. برضه من الحاجات المهمه جدا في كانفا
هي فكرة السمارت موك اب. انا بعمل الموضوع ده ازاي وايه هي فكرة السمارت موك اب برضو؟ لو انا دوست على هوم هنا بالشكل ده عشان ارجع بس بره، هلاقي في حاجة هنا اسمها سمارت موك اب. لو ضغطت عليها هنا، السمارت موك اب ده هي فكرتها ان انت لو معاك مثلا عايز تعمل ديزاين جوه تليفون، عايز تعمل ديزاين جوه لابتوب، عايز تعمل ديزاين جوه تابلت، عايز تعمل ديزاين جوه ديسكتوب، عايز تعمل ديزاين جوه واتش جوه ساعة، عايز تعمل ديزاين جوه تي في سكرين. خلينا ناخد حاجة في السهلة كده. مثلا لو احنا عايزين نعمل مثلا ديزاين لموبايل، او ان انا احط حاجه جوه موبايل، فانا ممكن كمان اختار نوع اللي هو بيقول لي هنا سمارت فون، وبعد كده بيقول لي هنا سمارت فونز موك ابس. بعد كده بيقول لي انت عايز شكل الفون بتاعك يكون ايه، فانا ممكن اقول له مثلا انا عايزه يكون سامسونج. يبدا يقول لي الشكل اللي انت عايزه ايه في التليفونات السامسونج، فانا ممكن اقول له مثلا والله انا عايز مثلا ده. مثلا لو خدت مثلا ديزاين ده، وساعتها انا ممكن اخد بقى شوت سكرين من اي حاجه واعمل اديت ديزاين اهو. هعمل هنا سيلكت اللي انا هختار الديزاين ده، هيبدا يقول لي انت عايز تستخدم صوره موجوده او عايز تستخدم حاجه موجوده قبل كده، ولا انت عايز تابلود حاجه. فانا ممكن اخد سكرين شوت وابلود او اعمل لها ابلود على كانفا. وبعد كده مثلا لو قلنا مثلا ان انا رفعت ده، هضغط عليها بالشكل ده وهعمل سيلكت، هتبدأ ان هي تنزل هنا جوه. لو تلاحظ ان الصورة نفسها اتغيرت وبقت واخدة الشكل ده جوه. وانا ممكن اعمل adjust the image، ان انا ابدا ان انا ممكن هنا كاستم ديت الشكل العادي، ممكن ان انا اعمل لها stretch ان هي تبقى مشدوده شويه، او ممكن اعمل لها فيل او اعمل لها فيت ايا كان. فانا اخليها مثلا stretch عشان تبقى واخده مساحه الديزاين كله او مساحه الصوره كلها بالشكل ده مثلا. بعد كده هعمل سيف موك اب ديزاين جوه ديزاين، فانا ممكن اقول يوز ان ا ديزاين، او ممكن اعمل لها داونلود عندي. فخلينا اقول يوز ان ديزاين، فهيبدا يقول لي شكل الديزاين اللي انت عايزه ايه. فاقول له والله مثلا انا عايز الديزاين يكون انستجرام بوست بالشكل ده. ممكن ابدا ان انا اعمل خط عادي خالص، ابدا اقول كده مثلا هنزل خط جديد، او ممكن استخدم مثلا الخط ده ايا كان يعني. وابدا ان انا هنا بقى ارفع اللوجو بتاعي، احط اللوجو بتاعي، اعمل اللي انا عايزه. هي الفكره كلها اللي انت عملت حاجه، لو انا قربتها لكم كده، هي حاجه حقيقيه جدا، اكنها هي متصوره، اكنها هي فعلا ماسكه التليفون وهي اللي ضاغطه على التليفون، هي اللي بتعمل كل حاجه في التليفون، محدش يعرف يميز الموضوع خالص. ادينا عملنا ديزاين اهو في اقل من دقيقه. كمان اقدر كمان ان انا اعمل ايه، اقدر من فكرة السمارت موك اب اللي انا اعمل ده كصورة لوحديها. بمعنى برضو عشان يبقى الشرح واضح، انا اضغط على سمارت موك اب اهو، هعمل مثلا سمارت فونز، انا عايز الشكل ده، هعمل سيلكت، هبدأ ان انا ابلود السكرين شوت بتاعتي او ان انا استخدم الصورة بتاعتي. فممكن اقول انا عايز استخدم الصورة دي واعمل سيلكت بالشكل ده، وابدا اقول له تمام انا عايز اعمل لها داونلود ان هي تنزل عندي، لان انا ممكن اكون عايز استخدمها بره. فهي نزلت عندي اهو بالشكل ده كده. تمام تمام. فانا ممكن اخش بقى الديزاين بتاعي نفسه، اشيل مثلا دي واقول له انا عايز اعمل ابلود للصورة نفسها. حملت، انزلها كده، افتحها كده شوية مثلا كده. وممكن اقوم كمان عامل سمارت موك اب تاني كمثلا كلابتوب بالشكل ده،
واستخدم مثلا لابتوب مثلا يكون صريح بالشكل ده. هرجع للديزاين بتاعي، هعمل ابلود فايل، هعمل اعمل لها كده بالشكل ده. لو عايز اشيل الشادو اضيق عليها شويه كده واشيل الشادو بالشكل ده. بعد كده ممكن اجي هنا اخش على الاليمنت واكتب شادو. يبقى هي دي فكرة الموك اب او السمارت موك اب، اللي انت تقدر اللي انت تستخدم الحاجات ديت وتعمل بيها ديزاين اللي انت عايزه وتعمل بيها فيديو انت عايزه. ممكن كمان زي ما خدنا او زي ما عرفنا ان انا ممكن اخليها تتحرك بشكل معين، خليها تطلع كده، خليها تعمل كده، واخلي ديت تعمل كده، وهكذا. يعني انا ممكن اقدر اعمل اي حركة عايز اعملها جوه الفيديو. في النهاية انا بقى لو عايز انزل الكلام ده انزله ازاي، او عايز انزل فيديو، انزل ديزاين، انزل الكلام ده كله، اعمل ايه؟ بضغط على كلمة شير اللي موجودة على جنب ديت، وبعمل هنا داونلود بالشكل ده. هيبدأ يقول لي الفايل تايب، انت عايز تنزل الفايل بتاعك بأني طريقة، فانا مديني اكتر من طريقة، زي الجي بي جي، زي بي ان جي، زي بي دي اف ستاندرد. ده لو انت هتبعت بي دي اف واتساب او ماسنجر مثلا، او بتبعت السي في بتاعك الكلام ده كله، او بي دي اف برنت اللي انت تقدر اللي انت البي دي اف ده يطبع ويطلع بكواليتي عالي جدا، اس في جي او ام بي 4 فيديوز طبعا، والجي اي اف صور المتحركه. طيب انا لو عايز ديت تنزل كفيديو، هو طبعا بيسجست الفيديو، لان هو بيقول لي ان انت عامل فيها حركه فيفضل ان انت تنزلها فيديو. اما لو انا اخترت الجي بي جي هيبدا يقول لي بقى انا اهم حاجه بس عندي ان انا اعلي الكواليتي بتاعها شويه، والسايز اسيبه على الوضع اللي هو عامله، لان هو مديني السايز الافتراضي، لان انا كنت مختار تقريبا انستجرام، فهو مديني 1080 في 1080. لو انا كبرت السايز شويه فانا هكبر مساحه الصوره. تمام، يبقى انا بخلي هنا المساحه على حسب زي ما هو ما مديهاني. اهم حاجه بس الكواليتي بتاعتي، وطبعا كل ما عالي الكواليتي كل ما الفايل سايز عالي. بعد كده بضغط على داونلود، بلاقي الصوره ديت عندي في الداونلود على الديسكتوب بتاعي، وابدا ان انا استخدمها عادي خالص من دون اي مشاكل. يعني كده الحمد لله احنا خلصنا الجزء بتاع كانفا. عندي بقى شويه مواقع تانية انا اتمنى ان انتوا تخشوا تبصوا فيها، زي مثلا عندي موقع اسمه كرييت ستوديو. بس الحاجات اللي انا بقولها لكم ديت غاليه جدا، يعني الحاجات اللي احنا هنبدا نشوفها دلوقتي دي غاليه جدا. الموقع ده مثلا لو حد عايز يعمل حاجه انيميشن، حد عايز يعمل حاجه انمي، حد عايز يعمل حاجات متحركه، فيديوهات متحركه، يقدر ان هو يستخدمها. وخلي بالكم الموقع ده شركات كتيره قوي استخدمته، وبرده من الاسرار برده اللي محدش بيبقى عايز يقولها لحد، هي الموقع ده شركات كتيره جدا 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 استخدمته، لان هو موقع قوي قوي. بتقدر تعمل منه حاجات انمي حلوه جدا جدا، وموقع رهيب يعني. عندي كمان موقع اسمه فيستا كرييت، هوريهولكوا برضو. فيستا كرييت اهو، ده موقع شبيه لكانفا بس فيه مشكله اللي هو ما بيدعمش اللغه العربيه. يعني من الحاجات الرخمه فيه اللي هو ما بيدعمش اللغه العربيه. ده برضو تقدروا تخشوا تبصوا جواه، لان هو فيه نفس الفكره برضو، انستجرام بوست، فيسبوك بوست، انستجرام ستوري، يوتيوب، انستجرام فيديو ستوري، فيسبوك كفر، فيسبوك ايفنت كفر. تقدر تعمل ويب ديزاين من هنا برضو نفس الكلام. يعني هو فكره كانفا بالظبط، انت تقدر اللي انت برضو تشتغل عليه، بس هو فيه مشكله بس انه ما بدعمش اللغه العربيه. عندك طبعا في كمان في موقع اسمه انفيديو، برضو موقع بس ده ما فيهوش ديزاينز خالص، هو بيدعم بس الفيديوز. تقدر تعمل من عليه فيديوهات كتيره جدا، وتقدر تختار برضو من التمبلتس بتاعتك. انا اكبر لكم بس الصوره. تقدر تختار من التمبلتس بتاعتك
انت عايز تعمل الفيديو بتاعك يبقى لاندسكيب، عايز تعمله ايه، مربع، مستطيل، فيديو بالطول، الاندستري بتاعتك، الصناعه بتاعتك ايه، انت بتتكلم في الهوليدايز والايفنتس، في الفاشن، في الاي كوميرس، في الترافل، في التكنولوجي، في الريل استيت، في الفود، وعندك مور كمان في الاديوكيشن، واي حاجه انت عايزها في البيوتي، هيلث كير، ايا كان الارت، كل حاجه انت تقدر اللي انت تعملها من هنا. فانت ممكن تبدا برضو انت تفلتر. فانا اقول له عايز مثلا لاندسكيب، عايز يكون التايب مثلا سيلز اند اوفرز، بنتكلم عن الاي كوميرس، فهو بيبدا ان هو يدي لك شويه الفيديوهات المناسبه ليك، وانت تقدر اللي انت تعمل ايديت من عليها. برضو الفيديو الموقع ده حلو قوي، تقدر اللي انت تعمل يوز تمبلت. فانا من هنا اقدر اللي انا كل حاجه اقدر اللي انا اعملها، يعني البنت ديت اقدر اشيلها، اقدر برضو استخدم صور تانية نفس الفكره، اقدر برضو ان انا اعمل ابلود للصور اللي عندي، اقدر ان انا استخدم الصور اللي عندي. برضو موقع حلو جدا. بس لو جينا نبص على البرايسنج بتاعته او الاسعار بتاعته، $15 في الشهر بدلا من 30. فانت ممكن تعمل ابجريد بالموضوع ده. انا فتره من الفترات كنت بستخدمه، بس رجعت تاني الكانفا. عندي بقى الوحش بقى الفيديو او الموقع الوحش بقى اللي هو اسمه فيديو بولت. الموقع ده الوحش ده يا جماعه، بس ده برضو موقع ايه، غالي 3 حبات، يعني موقع غالي شويه. فانت لو جيت بصيت على البرايسنج بتاعته هتلاقي مثلا لو عملناها مانثلي بالشهر، هتلاقي ان انت الباقة بتاعته اللي هي الوسط عشان يديلك ريزوليوشن 4K، لان الباقة اللي قبليها بيديلك 720، الريزوليوشن بتاعها 720، هنا الريزوليوشن بتاعها 4K. فاحنا بنتكلم في $35 في الشهر، يعني تقريبا ب1050 في الشهر. بس هو محترم جدا 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 جدا، حاجة كده بقى ايه من الحاجات اللي قلبك يحبها. يعني لو جينا اخترنا انترو، اديني التمبلتس اللي بتتكلم على الانترو. انت ممكن بقى تعمل انترو ده، دي الحاجات الجديدة اللي لسه نازلة. فانت ممكن تشوف بقى الحاجات المناسبة ليك، برضو بيديلك برضو كل المقاسات. كل الفكرة اللي انت بتخش هنا تعمل اديت للوجو بتاعك. هنا مثلا لو عايز تستخدم الانترو بتاعك ده، موقع برضو من الحاجات الخطيرة جدا، يعني من الحاجات الخطيرة جدا جدا جدا. تمام. فيبقى احنا كده عرفنا تقريبا الحاجات اللي احنا نقدر نستخدمها. مهم قوي اللي انت تبدا تشغل ايدك في الفيديوهات، مهم جدا اللي انت تبدا تشغل ايدك في الديزاينات. ما عندكش اي حجه دلوقتي، انت على موقع مستقل ولا خمسات، ولا اي حد في العالم يطلب منك ان انت تعمل لي فيديو، او يطلب منك اللي انت تعمل له ديزاين، او يطلب منك اي شيء، انت تقدر اللي انت تعملها له بكل سهوله. خلاص ما بقاش في حجه، ما بقاش في حاجه اسمها انا مش عارف اعملها، ما بقاش في حاجه اسمها الموضوع صعب، الموضوع اسهل مما يكون. لو في اي اسئله انا معاكم، يلا ابتدوا.
طيب اللي مطلوب منكم ايه بقى؟ احنا كده يعتبر خلصنا خلاص. اللي مطلوب منكم ايه بقى في المره اللي جايه؟ انا عايزكم تعملوا كل واحد يعمل لي ديزاين، وكل واحد يعمل لي فيديو ويبعتهولي على الواتساب على الجروب اللي هو فيه. انا عايز فيديو يكون محترم جدا 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 جدا. وفي حد فيكم كان عامل فيديو قبل كده وكان عايز يمنتجه. يلا دلوقتي اهو هتقدر اللي انت تمنتج اهو بكل سهوله، ما قدامكش اي حاجه بقى. تقدر اللي انت تمنتج، تقدر اللي انت تحط اللوجو بتاعك، تعمل فيديو محترم جدا. فاحنا لسه قدامنا اسبوع. انا كل اللي انا مستنيه منكم اللي انتوا تبعتوا لي الفيديوهات ديت، وعايز اشوف شغلكم، وعايز اشوف بقى الايه الحاجات الجامده جدا. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله المره اللي جايه. لو في حد عايز يسالني انا معاكم، اتفضلوا.